السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى من مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. النهارده هنعمل الكفتة المصري بقى بتاعتنا، خضرة ورز وتوابل وبصل وتوم. هنا عندنا بصلة متوسطة وتوم زي 4 فصوص. هنا عندنا بقى دي بودرة بصل، وده شوية كمون صغيرين. هنا دي تشكيلة ال الأعشاب اللي هي اللورا والحبهان، الكباب الصيني، زعتر، روزماري، زر ورد. كل بطحنهم كلهم على بعض. ده بصل بودر، ودي بابريكا، وهنا دول شوية نعناع. دي كزبرة ناشفة انا منشفاها في البيت ومطحونة، ودي بقدونس ناشف وانا برضو منضفاه ومنشفاه وطحناه في البيت. هنا عندنا كزبرة كتير، وده فلفل اسود وملح. هنا ده كيلو الا ربع رز. ادي بصوا انا غسلته هنا، وادي الربع اهو، كيلو الا ربع. الكيلو الا ربع بتحطي عليه كيلو لحمة مفرومة جملي. وهنا عندنا او كندوز كبير، المهم تكون لحمة كبيرة. وده بقى خضرة، شبت على بقدونس على كزبرة على كده يعني، فاهماني؟ مش هنحط الخضرة دي كلها عشان الكفتة ما تسودش. هتجيبي كيس عشان نروح نوديها عند الراجل نعملها يعني. وما ارجع اقول لكم نعمل ايه تاني. حطي الرز اهو، خلاص. حطي الخضره زي ما قلت لكم مش كتير عشان ما تسودش الايه الكفته يعني، حبه كده حلوين وخلاص اهو. شايفين انا ما خدتش كتير. هنيجي نحط البصل والثوم، شايفين توابل كلها فوق البصل. وادي الكزبره والبقدونس ايه. هنروح نعملها عند الراجل باذن الله وارجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه. ورجعنا لما دقينا الكفته اهي، شايفينها؟ شايفه اللون الاخضر مش كتير ازاي؟ لو حطيتي اخضر كتير خضره كتير بتسودها. تقومي جايبه طبق فيه شويه زيت كده اهو، تمام، وتدهني ايدك بيها وتبتدي تاخدي الحجم بقى اللي انت عايزاه. عايزه كفته تخينه، كفته رفيعه، مدور، صوابع، اللي يعجبك. بصي انا بحب اعملها كده، ولا تخينه ولا طويله ولا قصيره، يعني متوسطه. شايفه شكلها اهي؟ انت ايدك بقى ميزان، انت عارفه الحجم اللي انت عايزاه قد ايه، صوابعك بتمسك ايه زيه اهو. شايفه اهي؟ وتظبطيها خلاص. ممكن تعملي كمان كور لو انت عايزاها كور، يعني الشكل اللي انت عايزاه بقى اهي. تدهني لما تلاقي ايدك نشفت، تدهني شويه اهو. شايفينها؟ تمام، كلها قد بعضيها، مفيش تخين مفيش رفيع، كله زي بعضه. اخلصهم ونرجع مع بعض نشوف هنطبخها ازاي. كده احنا جاهزين، هنحمر الكفته. بس احنا هنعمل الصلصه اللي هنحط فيها الكفته. هنا معلقه سمنه، حطي عليها بصل متقطع تقطيع اللي انت عايزاه، بس نسيبها لما يتحمر. مش يتحمر يعني يبقى لونه اصفر كده ذهبي، تمام. ما يبقى لونه ذهبي هنحط عليهم فصين الثوم ونحط الطماطم ونسيبها تغلي لغايه ما نحمر الكفته. كده الزيت اتقدح اهو، نزلي فيه.
كده البصل اهو ابتدى ياخد لون، مش بنحمره قوي يعني. حطي معاه بطاطسايه صغيره، شايفين بطاطسايه صغيره، والثوم اهو تحت، الثوم اهو شايفينه. بس بنشوحهم مع بعض شويه، مجرد ما نشم ريحه الثوم ونحط الطماطم. الطماطم دي مسلوقه ومعصوره ومضروبه في الخلاط ومصفيه. كده ريحه الثوم طلعت، هنحط الطماطم اهي، شويه ميه صغيرين، والتوابل ملح وفلفل، ودي مرقه دجاج. مش هنحط توابل تاني لان الكفته احنا حاطين لها توابل كتير، بس دي عشان تحليه الايه طماطم يعني. خلاص ونسيبها لما تغلي، وما تغلي ونحمر الكفته ونسقطها فيها. شايفينها تحمر اهي، بس تاخد لون نشيلها على طول. شايفين فنشه وحلوه ازاي؟ شوف هي كانت رفيعه، بصوا هي رفيعه شايفينها وفنشه. ليه؟ علشان لحمتها كويسه ومظبوطه. كيلو الا ربع رز عليه كيلو لحمه جملي، او لحمه ممكن عجالي كبير يعني تكون كبيره، ما تجيبيش لحمه جندول صغيره وتعملي بيها ايه كفته. شايفه لونها عامل ازاي؟ عشان ما فيهاش خضره كتير، لو فيها خضره كتير تلاقيها اسودت بقى لونها اسود. كده خلاص حمرت اهو. نحطيها في مصفى. شايفين لونها جميل ازاي وريحتها والله العظيم جميله. يا ريت الكاميرا توصل الريحه بتاعت الكفته دي. الكفته دي عشق الناس كلها والله. بصوا هنحط الباقي. اخلص تحمير وارجع لكم تاني. هنا هنعمل شويه رز بالشعريه عشان تبقى جنب الايه الكفته. ادي شويه زيت، حطي الشعريه قد ما انت عايزه. على العموم لو هتعملي كوبايه رز يبقى ربعها شعريه، هتعملي كوبايتين يبقى نص كوبايه شعريه، حسب ما انت عايزه يعني. هنا القوطه غليت اهي، هبتدي احط الايه الكفته. انا بحطها كده عشان ما ترطش عليا القوطه بس اهي، وتسيبيها بقى لما تستوي مع بعضي. وطي النار عشان ما تبقاش عاليه قوي اهو، تستوي والبطاطس تستوي ونشوف هتبقى عامله ازاي. كده الشعريه اهي بتتحمر، خلي لونها ذهبي ما تخليهاش غامقه عشان ما تسودش الرز. تمام. حط الملح والرز ونقلب مع بعضه، شوحيه. وكده تشوح خلاص يعني مع بعض اهو. هنحط ميه سخنه، ما تحطيش ميه ساقعه، حطي ميه سخنه. شايفه بس الميه بتحطي الميه فوقيها بس قيرتين يعني. بصي زي انت بتحطي المعلقه بصي كده اهي، يعني يا دوبك بتخبط، مش غويطه تنزل لا. شايفه اهو يعني باين الرز بس ايه متغطي بالميه. يغلي وما يتشرب هنوطي عليه سهاري، وما يستوي
هوريكم عامل ازاي. ورجعت لكم مره تانية بعد ما خلصنا الكفته واستوت. شايفينها عامله ازاي؟ ولا فكه ولا اي حاجه، تمام التمام. وادي رز مفلفل جميل، رز بالشعريه. وهنا بص بقى يا ستي، ممكن تفرزيها نيه بالطريقه دي كده، شايفه؟ بس تحطي بين الطبقات بلاستيك، واخده بالك؟ يعني ما تحطوش على بعضه، بين كل طبقه تكوني قصه كيس عندك وكده تحطيها بين الايه، بين الطبقات. شايفه في تحت طبقه، انا ممكن افكها لك تشوفيها كمان. بصوا شايفين الكيس اهو، ده كيس وتحتيه طبقه تانية اهي، ودي الكيس فوقيه، وبعدين بعمله بالبلاستيك راب دي او الاسترتش. وممكن تشيليها محمره، شايفه محمره اهي، وبتشيليها برضو في الفريزر وتخرجيها تحطيها في الصلصه على طول اهي. ممكن كده وممكن كده. في رمضان هيبقى سهل عليكي تخرجيها تحمري وتقدميها او تعمليها في صلصه كده اللي يعجبك. لو اول مره تخشي قناتي اعملي لي سبسكرايب وفعلي الجرس واعملي شير، وبألف هنا وشفا.